السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في سلسلة حل مشكلات الماكرو. المشكلة بتاعت النهاردة هي مشكلة بسيطة جدا، وقد تكون جميع الأفراد عارفينها وبيستخدموها، وهي مشكلة إن أنا لما بيكون عندي ملف إكسل وأشتغل عليه أكواد ماكرو، بعد ما بقفل الملف وأشغله تاني الماكرو مش بيشتغل. الحل في الموضوع ده إيه؟ ببساطة شديدة، ملف الإكسل العادي بنفس الإكستنشن بتاعه اللي هو الإكستنشن الافتراضي اللي مايكروسوفت عملت البرنامج عليه، مش بيقرأ أكواد الماكرو. إذا عشان ملف الإكسل يقرأ ويحس بأي روابط تحتوي على ماكرو، لازم أحول وأغير طريقة حفظ الملف أو الامتداد أو الاكستنشن اللي أنا بحفظ بيه الملف. وليكن مثلا ده ملف إكسل عادي قدامي. لو أنت خدت بالك من شكل الملف، حرف الإكس هنا، وهنا الكولمز أو الأعمدة اللي جنب بعضها. أنا هفتح الملف ده وهفترض إن الملف جواه روابط ماكروز، وعايز الملف لما أقفله وأشغله تاني يفضل محتفظ بالماكروز بتاعه، ولما أجي أفعل الماكرو يتفاعل معايا. هعمل إيه؟ من قائمة فايل هستخدم save as، اللي هو هحفظ الملف بطريقة أخرى سواء اسم أو امتداد. ومن براوز هختار المكان اللي هحفظ بيه، وهختار التايب اللي هحفظ بيه أو النوع. أنا هسجل الملف بنفس الاسم زي ما هو، ومن save as type هفتح الشريط ده أو البار ده، هلاقي اكسل ورك بوك. ده الاكستنشن العادي والافتراضي الديفولت اللي مايكروسوفت بيحفظ الاكسل بيه. هغيره على طول للاختيار اللي تحته اكسل ماكرو enabled workbook. اكسل ماكرو enabled workbook يعني همكن الورك بوك من انه يقرا ادوات وروابط الماكرو واقفل. تعالى بقى معايا نشوف، انا هقفل كده الملف، نشوف لما انا حفظت الملف شكله بقى عامل ازاي. ده شكل الملف بعد الحفظ بصيغة الماكرو، بقى فيه هنا علامة تعجب. برضو في بعض الاشخاص يستخدموا طريقة الماكرو في تقليل حجم الملف. اتمنى تكون الطريقة عجبت حضراتكم، ولو في إمكانية تدعمونا بإعجاب للفيديو عشان تشجعونا إن احنا نكمل فيديوهات أكتر، تعمل سبسكرايب للقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.